من شوية كنت بتفرج على برنامجين. الأول كان مع أمير هشام في قناة النهار، مع عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الدكتور محمد جمال والمهندس شوقي عوض. وبعدها قلبت رحت اتفرجت على شريف عامر، الأستاذ شريف عامر. اتفرجت على عم حارس عامل المهمات في النادي الأهلي. في التوقيت ده أيقنت ليه الأهلي بطل وليه دايما بيلعب على البطولة. حتى تذكرت بيراميدز بقى له اكتر من 4 5 سنين ما بيتكلموش وما بيفتحوش بقهم في اي حاجه، عشان كده وصلوا ان يكونوا ابطال افريقيا. ولكن اشوف اعضاء مجلس اداره نادي الاسماعيلي والانتقاد الكبير جدا على شاشات التلفزيون في كل شيء بالنسبه للمهندس نصر ابو الحسن، حتى لو احنا مختلفين معاه، ولكن انا ضد ان الغسيل ينشر على شاشات التلفزيون لمجلس اداره نادي الاسماعيلي. وفي المقابل عم حارس تم سؤاله من شريف عامر، بيسأله بيقول له ايه علاقتك باللعيبة الأجانب اللي موجودين اللي مروا على النادي الأهلي خلال مشوارك؟ فقال له عدي السؤال. عدي السؤال ما معناها ان هو مش عاوز يتطرق لقرار مجلس إدارة انه مشى معلول او مشى فلان او قعد علان. عامل مهمات مع احترامي وتقديري، ولكن بقيمة ناس كبار جدا جدا. هو ده الفارق بين أندية بتحترم تاريخها، بتعرف يعني ايه غسيلها لا ينشر في الخارج حتى من الناس اللي شغالين او العاملين. وبالتالي نتمنى التوفيق، ويكون ان ده درس لمجلس اداره نادي الاسماعيلي.